صرح مصدر عسكري مسؤول بأن أبطال القوات المسلحة والأمن الأشاوس واصلوا عملياتهم البطولية في ضرب أوكار عصابة الإرهاب والتمرد ودك تحصيناتها ومطاردة عناصرها الهاربة وتطهير العديد من المواقع التي تتمترس فيها تلك العناصر الإرهابية. وقال المصدر إن من تبقى من جيوب عناصر الإرهاب والتمرد في بعض المناطق بصعدة وحرف سفيان تتقهقر بشكل كبير بعد الضربات الموجعة والمتلاحقة التي تلقتها على يد مقاتلين الأبطال خلال اليومين الماضيين، وبعد مصرع عدد كبير من تلك العناصر الإجرامية بينهم قيادات ميدانية بارزة، وبعد تدمير عدد من أوكارهم ومواقعهم وتحصيناتهم وقطع كثير من خطوط إمداداتهم بالأسلحة والذخائر والمؤن وإفشال عدة محاولات للتسلل إلى عدد من المواقع ومحاولة السيطرة على منازل ومزارع المواطنين. ولقي 4 من قيادات عناصر الإرهاب والتمرد مصرعهم، وأصيب 2 آخران في أثناء محاولة مجاميع من عناصر الإرهاب والتمرد تنفيذ اعتداءات على المواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن في مواقعها وخلال عمليات تطهير وحدات عسكرية وأمنية لمناطق بمحافظة صعدة من تلك العناصر، حيث قتل الإرهابي عبد الله علي القلاط الملقب أبو عامد الذي يعتبر واحدا من القيادات البارزة لعناصر الإرهاب والتمرد مع 4 آخرين. وجرح الإرهابي عبد اللطيف حمود المهدي الملقب أبو نصر قائد عناصر الإرهاب والتمرد في منطقة المقاش ومحظى والعقاب، والإرهابي حسين عبد الله مغرم الملقب أبو أحمد، ومقتل قائد التمرد في منطقة دماج الإرهابي ناصر صبحان خطاب الملقب أبو حمزة، وكذا الإرهابي الملقب أبو ذر وهو من أهالي سفيان وذلك في منطقة المقاش. كما قتل أحد قيادات الإرهاب والتمرد الإرهابي يحيى أحمد حسين المؤيد الذي عثر على جثته في منطقة المقاش. وقال مصدر أمني إنه تم التعرف عليه من خلال جثته ووثيقة خطية تم العثور عليها في جيبه، فيما أكد مصدر أمني مسؤول في محافظة صعدة أن 5 من عناصر الإرهاب والتمرد لقوا مصرعهم اليوم، وأصيب آخرون عندما حاولت مجموعة إرهابية التسلل إلى موقع الكامب. وكما قالت مصادر محلية أن 20 إرهابيا لقوا مصرعهم أيضا بعد مواجهات مع قوات الجيش تم فيها تطهير المنطقة التي تقع فيها محطة جرمان والمنازل المجاورة لها، فيما قامت وحدات من الجيش بالسيطرة على محطة الجنوب وطهرت عددا من مزارع ومنازل المواطنين من عناصر الإرهاب والتمرد، والتي أقامت فيها خنادق وممرات تحت الأرض إلى بعض منازل المواطنين وضربت مجاميع لهم ودمرت عددا من سياراتهم، وتصدت وحدات أخرى لمحاولات تسلل لعناصر الإرهاب إلى مواقع عسكرية في المقاش وكبدتهم خسائر فادحة، فيما قامت وحدات أخرى بالتصدي لمحاولات تسلل في موقع العير والمرزم وجبل قيس، وتم التصدي لمجموعة من المتمترسين وتكبيدهم خسائر فادحة في أثناء قيامهم باعتداء غادر على القوات المسلحة والأمن في الملاحيض. وقد تم ضرب تجمعات للإرهابيين في منطقة المركوزة والجرائب وتدمير تجمع لسياراتهم في موقع ذويب وجنوب الشرق موقع البرق، فيما تواصل وحدات من الجيش تمشيط منطقة الجراحية والتباب المجاورة لها للقضاء على جيوب الإرهاب بعد قيامها بتطهير عدد من القرى المجاورة للجراحية، حيث تمت السيطرة التامة على الجراحية من قبل قواتنا المسلحة. وإلى ذلك قال مصدر أمني أنه تم إلقاء القبض على خلية إرهابية نائمة مكونة من 9 أشخاص من عناصر الإرهاب والتمرد في مدينة صعدة، كما تم ضبط عنصر عاشر من عناصر الإرهاب من قبل رجال الأمن في أثناء محاولته التسلل إلى أحد المراكز الأمنية في المدينة. وقالت مصادر محلية في محافظة صعدة إن مجاميع من عناصر الإرهاب والتمرد تقوم بمنع المواطنين من الدخول إلى سوق الطلح أو الذهاب باتجاه الرحيان، وأن مجاميع أخرى من تلك العناصر قامت بالاعتداء على المواطنين في منطقة المهاذر، حيث شردت عدة أسر من منازلها وتمترست فيها وفي عدد من المدارس والمزارع. كما وصلت زرع الألغام في الطرقات والجسور والأماكن العامة، وقامت بتفجير منزل أحد المواطنين في منطقة بركان وتشريد أسرته وتوجيه تهديدات للمواطنين في المنطقة.
وقام إرهابيون في مديرية قطابر بالقنص على أفراد الأمن والمواطنين، وأدى ذلك إلى إصابة أحد المواطنين بطلق ناري في بطنه وهو معيض يحيى دلهج. ومن ناحية أخرى صرح مصدر أمني أنه تم إحالة ملفات 44 شخصا ممن تم القبض عليهم من عناصر الإرهاب والتمرد الحوثية إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات تقديمهم إلى العدالة. وقال المصدر إن من أحيلت ملفاتهم إلى النيابة العامة يشكلون المجموعة الأولى من دفعة تضم 127 عنصرا إرهابيا كان قد تم ضبطهم في صعدة لارتكابهم أعمال إرهابية وتخريبية وقطع الطرقات وقتل مواطنين أبرياء والاعتداء على أعراضهم وتشريدهم ونهب وتدمير منازلهم وممتلكاتهم والقيام بالاعتداءات على أفراد القوات المسلحة والأمن ونهب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تقوم حاليا باستكمال تحقيقاتها مع بقية المتهمين من تلك العناصر الإرهابية تمهيدا لإحالة ملفاتهم تباعا إلى النيابة العامة لتقديمهم إلى المحكمة لينالوا جزاءهم العادل والرادع جراء ما ارتكبوه من جرائم وأعمال إرهابية وتخريبية.